طورت الزراعة. طورت. طورت لأن الجو صار عدل. شنو كعكعة دي ولا شنو حناية شكلها؟ حناية كعكعة يبست. دق هالعج. قول والله. ايه كمل قصة الطيرة البيضاء ايه بدون ذكر اسامي. ما طاير الرجال الطيرة هذه بيضاء ايوه جميلة صراحة، وركبت الطير علي ولا حلو. وطيرت منها. ولادها من قوتهم ما يقعدون. جو سالفة مع سالفة، قال هذا الطير الابيض ممنوع. ممنوع يدخل السباق. ايه ليش يا اخوك يعني كل طير ابيض ممنوع؟ الموت حرمتونا منه والتونية. صحيح. يعني كل طير ابيض وخلاص ممنوع. مي صحيح هي الا ممنوع الشتري يعني، وقليل اللي يعرف فينا الشتري، انا واحد منهم. اذا ما يشوف عيون الشتري صفراء ما اعرفه. انا اقول لك بصراحه يعني اذا ما اشوف عيون صفراء ما اعرفه. شفت شباب عندهم شتاري عيون بيضاء لونهم مو ابيض. زين صاحب الحلقه يقول لي هذا الشيء، انا اقول له ما اعطيه 1%. إيه لانك ما تعرف المواصفات الشتري. ايه لونه ازرق، احنا نسميه هارة. صحيح. صح ولا لا؟ ما اعترف عليه نسميه هارة. لا قال هذا الشتري وبيوم عينه نقطة سواد، الباقي ابيض قزاز. قال لي والله هذا الشتري. زين من هالموضوع هذا الحين اي طير ابيض عندنا ما يطير. ما يدخل ما السباق. يخش. ما يخش. يخش. انت بطل وبتخش بهذا الطير ابيض الشك بيجي. يعني قال لك بدل ما احنا نفحص الطيور البيضاء ونشوف هل هي شتري او لا، قال لك خلنا نريح مزاجنا من البدايه. اي طير ابيض شتري مو شتري، المهم طير ابيض ما يدخل السباق. ما يدخل. صح؟ صحيح. طبعا الشتري له مواصفات. له ولا مواصفات. مكرس. اذا تقلبه بيدك وانت يعني عارف بالحمام الشتري بتعرف ان هذا شتري. هذه نقطة. النقطة الثانية من خلال اسلوبه في الطيران. يعني مفترض في اللجان، يعني اذا كانت اللجان قوية ويكون العضو اللي موجود في اللجنة خصوصا الدوريات اللي تدور على السطوح يكون عنده خبرة. يكون عنده خبرة بحيث انه يستطيع معرفة اللي هو الشتري من خلال ادائه في الميدان. يعني اسلوبه في الطيران يقدر يحدده. لا يرفعوه الحين اخوك، يرفعوه الشتري ما يطير الحين تحتي، خلوه يروح. نعم حتى بعد ضربة جناحه الزيرو يروح. طيب بعضهم يقفلوا. مو انا اقول لك يعني مفترض انه يكون عارف ان هذا شتري بحيث انه ما نظلم الحمام الثاني مثل ما تفضلت انت، التونية والموتية وغيرها من الحمام. ساندرا. كان عندك ساندرا بعد ما شاء الله حمام حليو قديم. بس الحين عندي ما اقدر اخش. صحيح. بس انا كمربي واجلس هنا في المكان واطير ما يضر ان انا اقتني الحمام الابيض واطيره. انت تقول وجهة نظر كذا. نعم صحيح. خلينا نكون بصراحة، انت تقول وجهة نظر كذا. لا والله عنده يدخل عليهم على التيادي، على الجولدن، على لا اقصد انا الابيض مش الشتري. الابيض اللي انت ذكرتهم موتي ومشتقاتها، وان انا مثلا اركز على اللون الابيض. يعني اي حمام مثلا خلينا نقول اللاكا يظهر منه بعض الحمام اللي يغلب عليه الابيض، وبعض الحمام بعد لما تركبه مع بعض يغلب عليه الابيض. فانت لما تجمع هذولا لابد بيعطيك طفره، بيعطيك واحد ابيض. هذا خارج طبعا الشتري. فانا اقول هذا الحمام انا اركز عليه دائما الابيض، لان انا مزاج اني اطير من هذا. مزاجك خوف عن قطع كلام، مزاجك إلك. نعم. بس في الشغل هالمزاج ما يخش. لا انا ما بدخل في سباقات، اعرف انه حتى طير ابيض يعني ممكن تحلف بامك وابوك الله يرحمهم ويرحمه يعني ما تخش به. انا مهما تقول فارغين من هذا الموضوع ان الابيض ما يدخل. بس انا كهاوي يعني اطير الى مزاجي وانا جالس هنا بطير الحمام الابيض.
شو فيها يعني لو انا طيرت حمام انت ابيض؟ تلعب سباق؟ ما بلعب. لا وانت مثلا عندك طيور، انت هذه البيضه عندك موجوده نعم. وانت تخش ويانا في الشوق. نعم. فيك الشك. فيك الشك. ما عليه، خليك الشك. لا فيك الشك يعني انت ما عليه، خلي الشك، تلعب. خلي الشك موجود. لكن لكن انا ابغى يجيني لما اطير يجيني واحد عارف بالحمام الشتري، مو يتهم يرمي الكلام. صحيح. ويتهم يقول ان هذا شتري. اسمع، ابو عرب كان فيه كلام في مجلس، قال طيور ابو عرب، خلنا نكمل الكلام. ابو عرب معلش، قالوا وفي غيبة ابو عرب ان الحمام عنده يطير طيران جماعي وشتري. قلت له يوم حدك، انا ابو عرب اعرف ابو عرب ومن جالس البدايه وياه، وجالس اياه واعرف ابو عرب ما يدور شتري ولا يربي شتري. صحيح. بس اسلوب حمامه وهو مسوي التقنيه هذه، وبحيث انه هو انجز في الميدان لما طير بالشكل هذا. بطل. فما له دخل في الشتري. صحيح. ما له دخل في الشتري اسلوب، لانك انت تقدر تطير طيران جماعي وتقدر باسلوبك تطير طيران متفرق، يعني الحمام يكون مشتت. صح ولا لا؟ صحيح. فظلم هذا لما تقول ان الواحد مثلا عنده حمام يشبك تقول حمام شتري. هو ما يعرف. يجي البيت ويشوف الطيور وشيء الموجود. ايوه يجي يشوف. اذا انت تقول شتري تعال افحص الحمام وقول لي ان هذا الحمام شتري. بقول لك انت قلت انه رجال شاف حمام وقال عند فلان شتري. نعم. عني انا. تمام. صحيح. انا الحين وقدام العالم بدايه تشوف، عندي حمامه بريه موجوده عندي، كنت انا ابغيها اركبها هي الزاجل. حمام برجه ممكن تراوينا اياها؟ اجيبها لك الان. حمامه بريه يسموه الدحل. الدحل ايه. الدحل ايه. الدحل قديم. تمام. رميتها في الصندوق، نسيتها، ركبت هي جولدن. هذه اللقمه هي. ايه ركبت هي جولدن، والناتج منها عيونها صفر. هي عيونها برتقاليه والناتج منها عيونها صفر. فالرجال لما شاف الحمام هذاك، الحين لو انه هو يعني قد المسؤوليه وتكلمه ويجي افرجيه اقول له انت مربي صار لك سنين تربي حمام وادعيت ان هذا شتري، وهو ما له علاقه نهائيا بالشتري. صحيح. بس مجرد عيونه صفراء وهو بري. وده يبغى يعرف انه شتري. فهمت ابو باسم؟ واجيب لك الان ولد من الاولاد الناتج هذا وتشوف بعيونك، وباجيب لك الام. فهذا ما دخلها، حتى العين ما دخلها. حبيبي الشتري له مواصفات، والجسم والشكل والعين، الراس، ايوه هيكل. نعم. العين ذاك صفرة بعد. حتى لو في صار بعد قلت لك انا في عين بيضاء. اي شفت اللي صحيح. اخذته ذيك في السنه شتري من عين عندي، بيضاء. ها اللي اشتريته من عندي ذيك السنه في الدمام الابيض، هذا شتري. انا باجيب لك الحين الدحل. اشتريته الابيض من الدريع، محمد الدريع. ساندرا. ايه شتري ذا، فيه عيون بيضاء، عيون صفراء. عيون قزاز. ايه في عيون صفراء، في بس ما في مواصفات الشتري انه هو خشين الطاير. ليه؟ انا اعرف الشيء. طلعت العين. شوف ابو باسم، هذه الحمامه عيونها شنو؟ بس انتبه لا تفر، ترى قويه. عيونها شتري. هي وش الحمامه؟ هل اليها دخل في الحمام الباكستاني او لا؟ ما اعتقد. تمام. ما له. بالمناسبه طبعا حتى نكون واضحين، هذه الطيره صيدنها اخوي نواف الشمري من حفر الباطن في مكان. طبعا هذا الحمام البري يعيش في حفر او في الجبال. الابيار زي الابيار. ايه كل شيء بعيد نائي يعيش فيه الحمام هذا. صيدنا هو في الليل عنده ليت وكان يتمشى وشافها وصادها بيده كمشى. خبرنا عنها وقلت له جيبها. جابها. طبعا هذه ركبت مع جولدن مثل ما خبرتك. ايوه هذا. الناتج شوف هذا. شوف هذا لو تشوفه في السوق وش تقول؟ شتري. شتري صح؟ بتقول شتري. طبعا وما له علاقه نهائيا بالشتري، رغم ان عيونه صفراء. عيونه الصفراء جت من وين؟ جت من الام. صحيح. فاهم؟ هذا عيون ابوها الولد معروفه بيضاء. بيضاء بس غلبت العين. لان غلبت العين. الدماء قويه. ايوه
فهذا الشخص اللي شاف الحمام وقال لك شتري خليه يجي يقابلني على اساس اوضح له انه حتى لو اشوفها إنه- حتى لو إيه. اشوفها انا اقول لك شتري يعني، حتى لو ما قلت لي انت اقول ايش حاط لك. صحيح. مو ده انا اقول لك وش هو، هي مو بس مجرد كلام، لازم تكون في معرفه. في معرفه. ايه ما ترمي الكلام وبس. اذا انت هاوي لو نعم. تروح اي مخلوق بيقول شتري بس وين مواصفات الشتري؟ هذا المقصد. يقول لك ابو كرم لما مسكت مواصفات شتري عيونه. عيون. طيب وين راسه؟ ما هو عريض، جسمه مو كبير، جناحه مو كبير. ده انا اقول لك في بس في شتاري العين. شتاري جسمهم زي التيدي يا ابو حرام، هم تركيب وقفته رياضي وكل شيء يعني. التركيب هذا حجز بعد. طبعا هذه طيرة دحل مثل ما قلنا، برية ركبت ويا الجولدن بمحض الصدفة. امسك باسل. يلا يعطيك العافيه، يرحم والديك، ما قصرت هذا الابن حبيبي، ما قصرت، يرحم والديك حبيبي، يعطيك العافيه. طبعا ما يصلح الحمام هذا للطيران، وانما بس للتوضيح. شوف اللي يشوفه يقول حمام شتري. مشكله تدميج جميع الحمام. شو حتى جناحه مو دحل، مو جناح طير، حمام طيار. ويجي ابيض بعد خفيف، كانت تقول زي الجولدن، هم كذا حمام قديم. ده هذا متورث في بعد فصيله اصغر من هذه دي حلوه. هو هذه حجمها في صغير، في اصغر وفي خشن وقوي جدا، في زي النخيل حمام. أيه. ضعاف ومنقاره مره. هذا ترى بعد يعني يمكن راكب على شيء فاني ومستقوي بعد، يعني على فصيله فاني. اي ما شاء الله، الله يبارك فيها. خوش طير والله. انت وش تسوي فيهم طيب هذول؟ هذول جايبين لهم مجموعه الى اخوي ياكل اولادهم، يعني اذا كبرت انتج سيد اللحم. ايه تعرف انه بروتين عالي. ايه صحيح. سوي. عدل. تذكر ذيك السنين ابو عراق، لو انا وياك نطير وبكرر طير. احنا ننزل يعني حمامنا الظهر، بالغ الساعه 2 ولا ده، ونجينا العصر نقعد يا بكرر ونشوف حمام تنزل. نقول له انت توك بطير لهم؟ وتقول من الصباح. وش قال ابو كرار ذيك السنه اللي اذكرها انا، اللي يقول لي يا باسم شوف انت مع الايام بتشوف الوقت وانت بنفسك بتعرف الحمام تنزل لي. قلت له لا يا ابن الحلال روح بس تربد علينا كم مره طيرت في الصباح ما ادري في العصر وتقول لنا ليه. المهم جت الايام على ايام يا اخوي. وشفت هذه؟ لا قبلها قلت لك انا لما جلسنا قلت له انك بعد مده جيت لك قلت لك ابو باسم السنه انت بتنزل ليل راح تشوف. صحيح. ايه فعلا. وفعلا صرت تنزل حمام ليل. بس كنت انا ما مستوعب. لان في البدايه لما كنت اطير مو بس انت قلت في وجهي. ايه تمام. جاني ابراهيم عباس ولد خالتي جليسك هو صح. جاني وكنت جالس وياه برا نسولف، اللي يقول جماعه يقولوا انك انت تطير قريب المغرب، تصور تقول انهم ما ينزلوا مغرب. ضحكت انا قلت له اذا هاوي ما يعرف ان هذا الحمام يطير من الصباح الى الليل معناته ما يعرف شيء في الهوايه. وهذا الشيء ما يسيء لي، بل بالعكس انا مبسوط اني انا قدرت ان انا اطير الحمام من الصباح الى الليل في بدايه تربيتي للحمام الطيار. صحيح. طبعا انا ليش كنت طيار؟ لانه قبلها انا كنت اربي الزاجل. تعطيه ماكل الزاجل؟ مو اكل الزاجل، اعرف كيف ترتيب الطيور، شو الفائده منه، كيف اكله زين، كيف ترتبه. عندك جدول اياه. ايوه. وما كنا الاول احنا ما كنا لا استوعاب. لا ما عندك شجر، انت مو شجر باسم، مو شجر ولا حتى ندري بهالامور هذه. صحيح. صح ولا لا؟ نطير من ذاتنا. ابو عرب سباق قبلنا في الحمام الطيار كان يطير، يعني كان يجيب يعني حمام قرن. ايوه صحيح قديم. زين. بس ما كانت المعرفه موجوده في ترتيب الطيور. لكن شوف لما تطور الوضع صارت الان الناس تنزل الحمام من بعد 5 وطالع. يعني يمكن اللي ينزل حمام الحين من بعد يعني مثلا 4 ما ياخذ مركز. ما ياخذ مركز. لو الارباح هذا ماخذ الاول هو خلاص خلص. نعم. انا ماخذ الاول على الجماعه ب6 طيور. 6 طيور.
6 طيور لان نزلت كلها كم ساعة؟ ليل. كم ساعة؟ زين. اي مو نفس الساعات هذه اللي الان الجماعه اللي حققوها. الحين قويه. اي قويه جدا. في تحتاج 80 يلا في 70 نعم. ما صيد شيء. صحيح. انا هالموسم يمكن 3 مرات في 70. ما في شيء، لازم فوق ال 75 وفوق. 70 3 مرات. نعم. يعني الحين هو على شوق حسب الأجواء بعد. تطوروا الشباب صحيح. يعني كل ما لهم تطور الشوق وتطور الاجواء بعد تطورت. يلا. الاجواء صراحه يعني بردت وكذا. يعني كان كاس المملكه يعني اجواهم في بعض مناطق في المملكه اجواها بارده، احنا اجوانا موت. طير الحمام اجوانا صعبه والهواء متقلب دائما. ايوه الاجواء متقلبه. نعم. شوف السنه الماضيه يوم الاجواء كيف؟ شوف الشباب وين واقفين في المنصه الشرقيه ماخذ البطولات كلها. اكل انت القطيع. تعتقد ابو باسم بالنسبه لحمامنا اللي قاعدين نلعب فيه في هالاجواء الصعبه والصيف القاتل اللي عندنا، احنا ما نقول انه المناطق الثانيه ما فيها صيف ولا فيها حراره، فيها، لكن كاجواء متقلبه ومتعبه نعم، متعبة. احنا ويا البحرين نعاني في هذا الامر، لكن ما شاء الله اصحاب يعني الهوايه في البحرين وعندنا في المنطقه متمكنين واجد. ويشتغلوا بايديهم وبنفسهم. شوف البحرينيين منجزين حقيقه، تايمات قويه جدا. كل واحد لحاله. نعم. هو ينظف ويسقي بالضبط. ويطير ويجلس. بالضبط. غير البلدان غير. كل صحيح. واحد تحت استاذ عمال 4 5 صحيح. فرق يعني. معناته الحمامه هذه لو تروح الى المناطق البارده مثلا في جيزان، نجران، تاكل اخضر يابس. ابها، الشمال عندنا، يعني معناته الحمام هذا وين؟ الحمام لان يعني عانى وتحمل الاجواء الصعبه هنا وطار، فلما تجي له في الاجواء العدله يعني وين؟ ما يقدر يمسك الحمام هذا بقوته. حمام قوي. نعم. احنا نقوي على اجوانا. وتركب الحمام ايه اللي تنتجه على انه يناسب اجوانا، اكيد اكيد. لان مو كل جناح مو كل ريشه تخدمك في الجو عندنا. انا واحد اذكر من الشباب زي الحين انا قصيت حق شوق الليل. نتفت الطيور هذه الابطال اللي عندي ما انتفها واحدها برا، نعم. انتفها وركبها احطها في محاكم. محاكر. اولادها الى كبرت اطيرها معاهم. انا تنظيمي كده اعرف دم ويطلع منها ابطال يطلعوا نفس الحكايه. وبعدين انت في هذا الموضوع اللي تسويه يريح الطير تعدل مزاجه. نعم احسنت. صحيح. ويعدل مزاجه. موضوع التزاوج هذه فطره. صحيح. فانت لما تقضي عليها او تشبع منها خلاص يكتفي، فلما تجي انت الى البرتات يكون الطير مثل ما تفضل ابو عرب مرتاح. ايوه يسويها. وغير انه يقدم في العمر ويركز اكثر ويحب المكان. ايوه هذا اسويها انا في الطيور الابطال، يعني مو كل الطيور المقصوصه. لا تنتخب منها. النخبه اركبها والحمد لله يعني ماشيه الامور. زين ابو باسم، على ذكر النخبه حتى لا يطيل الفيديو وان طال الحديث شيق حقيقه. التشين اللي اخذته من عندي هنا وركبته ابو باسم، كيف ابنائه؟ شهد الله شام عندي واحد منهم، اثنين عندي منهم ابطال. طيرت منه يعني؟ طيرت منه ذوك موجودين عندي. هذا من النخبه، هذا الحين ولده مركب عندي يا رامبوريا. مركبنه للانتاج. من ذكر من عنده. ايوه. ونفع من عنده. لعبته شوق اخذ بامتيازات. انت تتذكر قبل كم سنه لما جيت قلت لي ما شاء الله هذا الطير رهيب؟ ايه. مضت يمكن سنه سنتين وقلت لي ابغى الذكر انتج. ايه. صحيح. ابدع عندك. ابدع. من افضل الحمام حمام ذكي. طير ما بعد طير. هالسباق هذا اللي راح كان موجود اخر سباق، حتى جعفر شافهم كلهم. هذا بيت في موجود تصوير له. موجود تصوير. ان شاء الله ان شاء الله. الولد ها؟ الولد اي ولد. شفت ابو باسم؟ على ابكر. ايه. شوف هذا الطير ده اللي في الزاويه. أيوة. هذا تشينا. هذا هو طيرك. هذا اللي ما نزل البارحه هذا تشينا.
هذا ولا على اليمين؟ ايه اول واحد. مم. هذا لو جوب ابوه الحين مم. نفسه، نفس الطير هذا اللي عنده. هذا جميل 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 الذكر. وجسم نعم. ويطير. نعم نعم. هذا من الابطال اللي حمام تدخل فيهم خالد المرهم. شوق. نعم. ما شاء الله. تمام اخواني، اعتقد نكتفي بهذا القدر من التصوير. سجل هذا المقطع يوم السبت بتاريخ 27 ديسمبر 2025. خالد مرهون. خالد المرهون.